السلام عليكم كامل. اليوم جبت لكم حاجه بنينه ومنعشه بزاف. راح نحضر مع بعضنا مركز البرتقال والليمون بطريقه سهله وبمكونات طبيعيه 100% وبلا مواد حافظه وبلا الوان صناعيه. اذا تحبوا العصائر الطبيعيه والصحيه اللي تعطي طاقه وانتعاش خصوصا في الايام السخونه، هذا الفيديو راح يعجبكم بزاف. وفي اخر فيديو راح نحضر لكم مزيج خطير في الذوق، صحي ومنعش ومفيد للجسم. خليكم معايا الاخر باش تشوفوا الطريقه الكامله والنصائح اللي راح تخلي المذاق احترافي. هنا اول حاجه جبت التشينه تاعي والقارص، نقيتهم مليح بلافيت والبونجا. حكوهم مليح، نحو منهم ذيك البقع ونحو منهم ذيك الترسبات تاع التراب. علاه؟ لانه رايحين نحتاجوا القشور تاع التشينه والقارص. وكما راكم تشوفوا ضفت لهم الصابون وغسلتهم مليح مليح. ومن بعدها هاي طريقه موضحه في الفيديو. ومن بعدها راح نخليهم ينشفوا مليح، نديرهم في سله ولا كل واحد فاه يديرهم كما حبيتوا. المهم خلوهم ينشفوا مليح ومن بعدها ننتقلوا لطريقه التحضير. هنا من بعد ما نشفت الفواكه تاعي بديت بالاول حاجه القارص، كرفشته مليح كيما راه موضح في الصوره. سكرجوا الطبقه الفوقانيه برك، ما تحاولوا انكم ما توصلوش لهذيك الطبقه البيضاء. كيما راكم تشوفوا انا هاني منش نلحق ليها، راني نحف القشور الفوقانيه تاع القارص اللي لونهم اصفر. نكمل كامل الكميه نتاعي تاع الليمون اللي راني عندي ليها عندي كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت الكميه كامل رحت فرغت هذيك ليزاس تاعي درتهم في البورتمونجي. هذو نقدروا نحتفظوا بهم كيما راكم تشوفوا هكذا. تحتاجون في الحلويات ولا تجبدوهم. انا في هذه الفيديو راح نحضر معكم المركز، راح نحتاج منهم ملعقه كبيره. هنا كنت عصرت حبات القارص تاعي بطريقه يدويه. ضفت هنايا ملعقه من ليزاس تاعي، ضفت هنايا فنجال تاع سكر. كما راكم تشوفوا تبعوا الخطوات خطوه بخطوه. خليته على جهه، خليته مده ساعه حتى نذاب هذاك السكر كامل. ومن بعد اش راح ندير؟ راح نحكمهم نرجعهم للكاس تاعي ونفرغهم في الكوبلي كيما راكم تشوفوا في الصوره. هنا راح نحتفظ فيهم في المجمد كي يتقلصوا مليح. نعاود نوريكم طريقه كيفاش راح نحتفظ بهم. هنا راح مباشره لتحضير البرتقال. سكرفشتو كيما سكرفش الليمون ودرتهم في بورتمونجي باش نحتفظ بهم في المجمد. هنايا كنت نحيت كميه قليله وخليتها على جنب، راح نحتاجها في المركز تاع البرتقال تاعي. هنا كنت ديجا عصرت البرتقال بنفس الطريقه اللي عصرت بها الليمون. اللي عندهم الاوتوماتيك يستعملوا العصاره الاوتوماتيك، انا هنا عندي هذه اليدويه. شوفوا كيفاش خدمت. كميه البرتقال اكثر من كميه الليمون. هنا كنت ضفت القشور تاع التشينه للبرتقال، العصير البرتقال. وضفت السكر ثاني مقدار فنجان. ما كثرتش السكر لانه البرتقال تاعنا حلو. هنا كنت ضفت العصير تاعي في القوبلي ودرتهم في المجمد كيما راكم تشوفون. بعد ما جمدوا عاود درتهم في هذو السواشي تاع الكونجيلاسيون خاصين بالمجمد. هنا اذا حبيتوا تخلوهم في القوبلي تاعهم، اذا كان الاستعمال تاعهم مش رايح تخلوه يعني حتى للصيف، لا احتفظوا بهم في القوبلي كيما هكذا. انا حنستعملهم رمضان ان شاء الله. اذا كنتوا رايحين تستعملوهم تخلوهم حتى للصيف، لا نحو القوبلي راه موش صحي. هنا كنت ديجا بديت حضرت. هنا جبت كميه من الفراز والعصائر هذوك اللي هي حضرتهم وضفتهم مع بعضهم، ميكسيتهم بالميكسور. وكما راكم تشوفوا هنا حضرت ألذ واكثر عصير صحي. كما راكم تشوفوا هنايا ها هو راه. شوفوا القوام تاعو كيفاه كثيف وبنين ومنعش وصحي ومناسب لفصل الصيف واي وقت خاصه في رمضان.